ايوه، انا اللي سلقت عيش اليوسفي في اللبن او عيش اليوستفندي في اللبن. ما تستغربيش، النتيجة هتبهرك. هاتي اليوستفندي واغسليه كويس جدا زي ما انا غسلته، وهاتيلك 3 يوستفنديات قشريهم، اكلي اليوستفندي لولادك فيتامين سي، وخدي القشر وزي ما انا عملت وفي اللبن واسلقيه. النتيجة هتبهرك بجد، الوصفة جبارة وحلوة جدا جدا جدا. يلا بقى نصلي على الرسول، عشان في الصلاة على الرسول تنحل وتنفك العقد على طول. قشري اليوستفندي او السفندي على رأي الاسكندرانية، وحطيه في اللبن واغليه وشوف النتيجة اللي هتبارك. النتيجة حاجة كده فاخر من الاخر. ايوه، ما تستغربيش. حطي كوباية اللبن على السفندي وحطيه على النار وسيبيه يغلي غلوة معتبرة، ويلا بينا نشوف الطريقة هنعمل ايه. حطينا اللبن باليوسفندي بعد ما غليناهم غلوة معتبرة في الخلاط، وضربناهم ضربا مبرحا زي ما انتوا شايفين يا سيدي على اللون والريحة والجمال. وحطينا 4 بيضات، هنكسر 4 بيضات هنحطهم في الخلاط زي ما انتوا شايفين معايا. شوفي الطريقة للآخر وانت هتعرفي احنا عملنا ايه. معايا معلقة كبيرة من الفانيليا، واحط 4 معالق من السمنة زي ما انتوا شايفين. بلاش تحطي زيت، حطي سمنة. الطريقة اللي انا بعملها دي محتاجة سمنة. وهضربهم كويس جدا في الخلاط، وهنزل عليهم كمان بكوباية السكر. والسكر بقى هنا حسب الرغبة زي ما انتي بتحبي. السكر ده حسب مذاقك. ضربتهم كويس جدا 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 ضربا مبرحا. وبعد كده جبت الدقيق وهنخله 2 دقيق، نخلتهم كويس وحطيت عليهم كيس بيكنج باودر، واحط عليهم الخليط. انتوا بتعملي ايه يا دودو؟ دودو بتعمل كيكة السفنجي او كيكة اليوسفي او كيكة اليوسفنجي. بس حاجة كده تحفة، حاجة فاخر من الاخر. بجد بجد جربيها وهتعجبك جدا جدا جدا. هقلب كويس جدا المكونات زي ما انتوا شايفين، وفي النهاية الكيكة طعمها يطلع تحفة. ومعايا ذرة الملح البسيطة اللي احنا متعودين ان احنا نحطها في اي حاجة بنعملها. تمام كده، عشان دي السنة. هنقلب كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين. وهجيب بقى الطاجن بتاعي اللي مرشوش فيه الدقيق، وهنزل فيه بخليط كيك السفنجي، وههز الصينية كده هزتين 3 عشان اخرج منها الهواء، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهتابعها زي ما انتوا شايفين. طلعت شكلها بالمنظر ده. تعالي 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 قربي وشوفي. شايفة انا بقطعها، لونها اصفر، ريحتها تحفة، ريحتها قلب البيت. عايزة اقول لكم انها لغاية الصبح ريحة السفندي وريحة الكيك في قلب الشقة. ريحة العجن والخبز والمخبوزات عموما في البيت عمار. الريحة تحفة. بصوا شكلها، كانت طرية ولونها أصفر وطعمها حلو. بجد حلوة حلوة حلوة. لو جربتوها تعجبكم. وبقشر السفندي، سيبك بقى من ان احنا نقطع اليوسفندية ونطلع منها البذر ونعصرها ونصفيها. لا 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 لا، ايه الطريقة دي هتبهرك. جربيها هتعجبك جدا، لانها حلوة فعلا جدا وناجحة وجميلة وهشة وطعمها خفيف وظريف. والولاد هيتعجبهم قوي 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 وهينبهروا بيها قوي زي ما انا انبهرت بيها. يلا هم يا جمل، جربي وقولي لي الطريقة قولي لي عجبتك ولا لا، وان شاء الله هتعجبك. بس لو عجبتك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد من قناة مطبخ كله حلي مع دودو.